يا صباح او يا مساء النشاط، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل تحليه يلا بسيطه كده بمناسبه الكريسماس. ايه الكريسماس مش عارفه. المهم يا ستي الكل، هنعمل النهارده تورتيه ظريفه لطيفه خفيفه تقيله، يعني اوفر قوي. يلا نشوف هنعملها ازاي. ما تنسوش لايك وشير وتعليق حلو ليه حنان اللول، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. مش هنقطعها مع بعض، هنقطعها في اخر الفيديو متقلقوش. طبعا انتوا عايزين تشوفوا اللي جواها، يعني عايزه اقول لكم ان هي خلينا ساكتين احسن. خلي الطبق مستور، ما تسرعوش الفيديو. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. الاول هاتوا بقى 6 بيضات ونص كيلو دقيق سبونج ونص كوبايه ميه، ومعنا الفانيليا بتاعتنا الجميله السايله اللي هي ريحتها تحفه يا جماعه. هنكسر البيض بتاعنا ونتوصى. معلش اصرفوا. عايزه اقول لكم تقدروا تستخدموا 5 بيضات بس يا جماعه. جربتها ب5 بيضات طلعت حلوه. وعايزه اقول لكم ان هنا حصلت معايا كوارث في الفيديو، والاسبونج بتاعي كان هيبوظ والحمد لله ربنا ستر. اصلا النية كانت ان انا اعمل تورتيتين بصراحه. فيعني هنجيب بقى نص كيلو دي سبونج، وانا استخدمت دي سبونج النهارده شوكولاته. ليه؟ علشان اولاد اخويا بيحبوا الشوكولاته اكتر من الفانيليا. يلا بينا. هنا بقى الكوارث اللي بدأت معايا. المضرب بتاع ماما عطل. ماشي نسيبه؟ لا طبعا. قعدنا يعني نحاول معاه كده. المهم استخدمت مضرب يدوي ومضرب ملوكة والحمد لله ظبط معانا وتمام. هجيب بقى الصينية بتاعتي مقاس 22. هبطنها بالزبدة كده او بالسمنة. دي كانت معلقة سمنة بلدي، ما نحورش يا جماعة. تمام يا ست الكل. تقدري بأي مادة دهنية. تمام. كانت عندي ورقة زبدة فرحت بقى قصاها وخلاص، وقصتها طبعا غلط. تمام يا ست الكل. بطنتها ونزلت بالديل سبونج بتاعي. كان هنا المفروض ان انا اعمل تورتيتين. شايفين الخباثة اللي انا فيها؟ شلت الكمية التانية عشان اعمل فيها فصاج تاني كيكة يعني. تمام. كنت هعملها اشطوطة بديتها بالشوكولاتة، قلت ايه الغباء اللي انا فيه والكلام ده. هنا بقى هنجيب الكريمة، كوبايتين كريم شانتيه خام وعليهم كوباية لبن متلجة. وعايزه اقول لكم يا جماعه استخدموا كريمه المتحده. عايزه اقول لكم كده تحفه. كنت عماله ازود، يعني خدت معايا كوبايتين لبن كمان مش كوبايه واحده، وكميه عماله تزيد. تقيله قوي تخينه قوي، وما شاء الله ناجحه جدا مليون في الميه بصراحه. حلوه قوي وعجبتني. هنا بقى قسمت الكريمه بتاعتي ل3 4 بولات كده. سبت الكميه الكبيره البيضه علشان هحشي بيها في قلب التورته. وهنا كان عندي لون بينك وكمان لون احمر. وسِبت البولة الصغيّرة برضه البيضا. هاقول لكم هاعمل بيها إيه دلوقتي، روزيتات كده يعني. هو بصراحة لحد هنا ما كنتش حاطة أي فكرة في دماغي إن أنا أعمل تورتاية شكل معيّن. بصراحة أنا باحط الحاجة قدّامي واللي ييجي في دماغي على طول. أو بمعنى أصح اللي بامسكه في إيدي باروح حاطاه على التورتة على طول، عشان كده طلع شكلها over أوي. تمام يا ست الكل. يالّا ماشية برضه مش بطّالة. المهم إن هي لونها أحمر بمناسبة السنة الجديدة والكلام ده كلّه. وعندكم نجوم خضرا وكده الألوان زي الفل. يعني ما زعلناش بابا نويل مننا في حاجة ورضيناه. تمام. الكريمة عايزة أقول لكم الألوان السايلة دي هابقى أنزّل لكم اسمها، وتقريبًا هي باينة في الفيديو. كان ألوانها حلوة أوي ثابتة كده جميلة. هنا بقى عايزة أقول لكم الإسبونج بقى إن دي نُص الكمية. يعني طبيعي إن أنا مستغربة هي إزاي أنا حاطاها في صينية كبيرة وما عليتش. ما أنت قسمت نُص الكمية عادي، عايزة إيه؟ خبّيتِ منّهم شوية. فالمهم إن هي عملت معايا 3 ديسكات. وعايزة أقول لكم كانت السمكة بتاعتها عالية جدًا والله، يعني حلوة. شايفين كان أكتر من سنتي تقريبًا، مش عارفة سنتي ونُص والّا قد إيه. حُشت بقى الطبقة اللي هي الوِش دي واستبعدتها، وهنا لقيت عندي قطعة شوكولاتة بيضا. فقُمت قطعتها كده بالقطاعة، وهاحطها بقى في طبق على بُخار مَيّة سخنة أسيّحها. عندي بقى ورق الترانسفير ده أي أشكال عندِك بقى. أنا يعني اخترت كده 2 يليقوا على اللون الأحمر، بس حبيت إن أنا أستخدم الفراشات. فحبيت كده إن أنا إيه أعمل كام واحدة منها. وكمان هاختار الشكل التاني على شكل معلقة. وهالوّن بتاعتي دي شوكولاتة بيضا يا جماعة عادية. وعايزة أقول لكم كمان تقدروا إن أنتم لو ما عندكيش اللي هو ورق الترانسفير ده تعملي أشكال على ورق زبدة عادي وتحطيه في الفريزر. لو عايزاه إن هو يبقى على شكل حلقات برضه بتقفلي الورقة كده بمشبك أو أي حاجة وبتدخليه الفريزر. هنا جبت بقى الأسطوانة أو
الديسك اللي انت بتحط عليه التورته، وحطيتها بقى. هبدا المفروض ان انا كنت حطيت قطعه كريمه من تحت علشان تمسك معايا كويس، بس هي كده كده اصلا كانت ثابته يعني. هنا بقى كنت بسقيها، عندي حبه لبن وضفت عليهم حبه سيرب اللي انت بتعمليه للحلويات، وحليتهم بيه، وحبه فانيليا صغيرين وزقتهم بيه. بعد كده هنزل بقى بكميه. بصوا انا هنا هستخدم بقى الجيلي اللي هو ال- الجيلي اللي هو بتلوني بيه الفاكهه، واللي هو الجلانس اللي هو بيتحط بقى على التورته وكده. فانا مش هضيف كريمه كتير من جوه، انا مش فارق معايا خالص الحشو، لاني الاسبونج بتاعه طعمه جميل وغني كده وحلو. وبصوا فما حبيتش بقى ان انا اكتر كريمه من جوه خالص، مع ان الكريمه زادت معايا يعني، بس انا حبيت كده تبقى خفيفه، لاني الطبقه بصراحه يعني الخارجيه هي اللي عليها الشغل كله، وكميه كريمه اكتر. فحبيتها بقى ان هي ايه ما تاخدش مني كريمه كتير، علشان اقدر ان انا اعمل التورته التانية اللي انا شلت لها حبه الاسبونج. فكنت لسه ما عملتهمش يعني، فكنت اللي هي دماغي متشتته. ده بقى لون اصفر، مش عارفه هو عاطي ليه على اورنج كده، بس تمام. ده كان لون اصفر، والتاني كان طعم الفراوله احمر. ودي الديسك الاخير، طبقه الكيك الاخيره. هنزل بقى بالكريمه البيضه، وكمان لسه كان متبقى عندي كريمه تاني، فقمت بقى ضربها بالمضرب وكملتها، زودت لها حبه لبن علشان حسيت ان هي تخينه قوي. كانت سميكة جدا معايا. هو مش عارفة لون الكاميرا ليه عاملة كده مش موضحة، بس تمام يعني الفكرة واصلة. وطبعا احنا بنزين تورت كتير مع بعض، فان شاء الله هنتعلم مع بعض يعني. عايزة اقول لكم ان انا لسه بتعلم، لسه مبتدئة يعني، مش بعمل تورت كتير، بس اهو كل ما يشوف الاول وفي الاخر احنا اللي هناكلها يعني. احنا مش مطلعينها اوردر لحد يعني، احنا اللي هناكلها. فحلوة ووحشة كده كده هما اللي هياكلوها يعني، ما البيت اللي هياكلها عادي يعني. جبت بقى الاكياس بتاعه الكريمه دي، بتجيبيها من عند مستلزمات الحلواني. كان الكيس الواحد بجنيه ونص، فكنت جايبه كميه، وحطيت بقى الكريمه اللون الاحمر وكمان اللون البينك في بقى في الاكياس دي، ودخلتها برضو التلاجة شويه. هنا كانت الشوكولاته خرجت من ورقه ترانسفير، وعايزه اقول لكم الفراشات دي عجبتني قوي، شكلها جميل. هنا بقى هجيب الجلانس اللي هو اللون الاحمر ده، وهزين بيه كده ايه على الحروف، وكمان هحط فوق الشوكولاته فوق التورته اللون الاحمر برضو، علشان طبعا انا محتاجه لونها يكون احمر، بحيث كده ان انا لو حطيت عليها نجوم خضراء ولا حاجه تكون لايقه عليها. طبعا انا كنت افضل ان انا اجيب كريمه والونها باللون الاخضر، بس بصراحه ما كانش عندي. فيلا استخدمت كل الموجود عندي وطلعت ظريفة يعني. المهم ان هي طعمها حلو والحمد لله، اكلوها وشكروا فيها بصراحة. وعايزة اقول لكم ان كان طعمها حلو جدا. بصوا ما تصعبوش الامور على نفسيكم يعني، اعملي باي حاجة موجودة عندك في البيت. انا الكريمة كانت عندي، وقالب الشوكولاتة يعني كانت شوكولاتة يعني متبقية عندي، فما قدرتش اكلها كلها، كانت تقيلة بصراحة، فما اكلتهاش كلها فاستغلتها. والروزوتات دي بتقدري تعمليها بحبة كريمة من اللي انت بتزيني بيها، وجلانس كان موجود عندي عادي، كنت جايباه بصراحة عشان اعمل جاتو. بس ان شاء الله هنعمل لكم وصفات كتيرة ان شاء الله، بما انه متبقي عندنا كمية هنستغلها ان شاء الله في الفترة اللي جاية. ودي كان شكلها كده عايزة شوية حاسة ان كده ان هي ايه، انا مش شايفة فيها اي حاجة تدي على كريسمس خالص. فجبت بقى اللي هو الترانسفير والحاجات اللي هي اللي بتعملي بيها البيتي فور، وبس خلاص.